أهلا بكم في قناة فهمناكم. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أهلا بكم في المحاضرة الثامنة في الرياضة. النهاردة بقى هنتكلم عن موضوع أساسي جدا في عالم الفلوس والرياضة المالية، الفائدة البسيطة. ده يعتبر حجر الأساس اللي بيفهمنا إزاي الفلوس بتزيد أو تكلفة إننا نستلف فلوس بتكون كام. يلا بينا. كلنا أكيد بنتعامل مع بنوك أو بنفكر في قروض أو حتى حسابات توفير، بس عمرنا وقفنا لحظة وسألنا نفسنا هي الفلوس دي بتتحسب إزاي؟ يعني العائد اللي بيجي على مدخراتنا أو الفلوس الزيادة اللي بندفعها على قرض، إيه طريقتها؟ الإجابة صدقوني بتبدأ من مفهوم بسيط جدا لكنه قوي ومهم قوي. طيب، في الشرح بتاع النهاردة احنا هناخد الموضوع واحدة واحدة. هنبدأ الأول نفهم يعني ايه فايدة أصلا، بعدين ندخل على المعادلة بتاعتها، وهنشوف ازاي نحسب المدة صح ونفرق بين نوعين مهمين قوي، الفايدة الصحيحة والتجارية. وفي الآخر خالص هنطبق كل ده بمثال عملي عشان المعلومة تثبت. يلا بينا نبدأ بأول جزء. قبل ما نخش في تفاصيل الفايدة البسيطة، لازم نسأل السؤال الأهم: هي إيه الفايدة دي من الأساس؟ يعني إيه تمن استخدام الفلوس؟ ببساطة شديدة الفايدة دي هي المبلغ اللي بندفعه عشان نستخدم فلوس مش بتاعتنا، أو من الناحية التانية هي الدخل اللي بنكسبه لما بنشغل فلوسنا. يعني لو خدنا قرض، الفايدة هي التكلفة اللي هندفعها فوق أصل المبلغ، ولو حطينا فلوس في البنك الفايدة هي المكسب بتاعنا. الفايدة دي ليها نوعين أساسيين. النوع الأول هو الفايدة البسيطة، وده اللي هنركز عليه النهاردة، ودي بتتحسب دايما على المبلغ الأصلي اللي بدأنا بيه وبس. أما النوع التاني الفايدة المركبة، فدي حكايتها حكاية، بتتحسب على المبلغ الأصلي زائد أي فوائد جت عليه قبل كده. الفرق ده ممكن يبان صغير في الكلام، لكن في الأرقام بيعمل فرق ضخم جدا. تمام قوي. بما إن تركيزنا النهاردة على الفايدة البسيطة، خلونا نشوف إيه هي المكونات الأساسية اللي بنحتاجها عشان نحسبها. الموضوع كله قايم على 3 حاجات. أول حاجة أصل المبلغ، وبنرمز له بألف، وده المبلغ اللي بدأنا بيه سواء استثمار أو قرض. تاني حاجة معدل الفايدة، عين، ودي النسبة المئوية اللي بتحدد المكسب أو التكلفة. وآخر حاجة المدة، نون، ودي الفترة الزمنية اللي الفلوس دي هتفضل فيها، ونقطة مهمة جدا جدا لازم دايما تكون بالسنوات. والثلاث حاجات دول بقى بيتجمعوا في معادلة سهلة وبسيطة جدا. الفايدة ف بتساوي أصل المبلغ ألف مضروب في معدل الفايدة عين مضروب في المدة نون. ف بتساوي ألف عين في نون. دي المعادلة الأم اللي هنشتغل بيها كل حاجة النهاردة، بسيطة ومباشرة، بتخلينا نحسب الفايدة من غير أي تعقيد. وزي ما لسه قايلين ومحتاجين نأكد على النقطة دي، المدة نون لازم تكون بالسنوات عشان المعادلة تطلع صح. طيب لو المسألة جاية لنا بالشهور أو الأيام هنعمل إيه؟ هنا بقى لازم نعمل تحويلة صغيرة عشان نظبط الدنيا. إيه الموضوع بسيط خالص. لو المدة بالشهور هنقسم عدد الشهور على 12، لو بالأسابيع هنقسم على 52. طيب لو بالأيام، هنا بقى عندنا طريقتين: يا إما بنقسم على 360 ودي اللي بنسميها الطريقة التجارية، أو بنقسم على 365 ودي الطريقة الصحيحة. والحتة دي بالذات هتنقلنا للنقطة اللي بعدها. خلونا بقى نتكلم عن الفرق المهم ده في الحسابات اليومية، الفايدة الصحيحة والفايدة التجارية. الفرق بينهم الفكرة سهلة جدا. الفايدة الصحيحة من اسمها كده بتستخدم العدد الفعلي لأيام السنة، يعني 365 يوم أو 366 لو السنة كبيسة. أما الفايدة التجارية فدي بتستخدم سنة افتراضية أو موحدة من 360 يوم بس. طب ليه؟ عشان تسهل الحسابات، ولسه لحد النهاردة بنوك ومؤسسات مالية كتير بتستخدمها. وهنا بنشوف الفرق ده بيظهر إزاي في المعادلة. بصوا كده، هي نفس المعادلة بالملي، الاختلاف الوحيد كله في الرقم اللي بنقسم عليه عدد الأيام اللي هو المقام. في الفايدة الصحيحة بنقسم على 365، وفي التجارية بنقسم على 360. فرق بسيط في الرقم صح، بس بيأثر على النتيجة النهائية. والنتيجة العملية إيه بقى؟ بما إن المقام في الفايدة التجارية أصغر 360 بس، ده معناه إن ناتج القسمة بيكون أكبر شوية، وبالتالي قيمة الفايدة اللي بتطلع بتكون دايماً أعلى بحاجة بسيطة من الفايدة الصحيحة لنفس المبلغ ونفس المدة. طيب كفاية كلام نظري، إيه رأيكم نطبق كل اللي قلناه ده على مثال عملي عشان نشوف الأرقام بنفسنا؟ يلا بينا. المسألة بتقول في مبلغ 10,000 جنيه تم استثماره لمدة 90 يوم، ومعدل الفايدة السنوي هو 4%. المطلوب مننا نحسب الفايدة التجارية والفايدة الصحيحة. تمام. أول خطوة دايما هي إننا نطلع المعطيات بتاعتنا. أصل المبلغ ألف بيساوي 10,000، معدل الفايدة عين هو 4%، يعني 0.04، والمدة نون هي 90 يوم. يلا نحسب الفايدة التجارية الأول، دي اللي بنستخدم فيها السنة 360 يوم.
هنضرب ال10,000 في معدل الفايدة اللي هو 0.04، وبعدين نضرب كل ده في المدة اللي هي عبارة عن 90 مقسوم على 360. هيطلع لنا الناتج 100 جنيه بالظبط. حلو قوي. دلوقتي نحسب الفايدة الصحيحة عشان نقارن. المرة دي بقى هنستخدم السنة 365 يوم. هنضرب برضه 10,000 في 0.04، بس المرة دي في 90 مقسومة على 365. الناتج هنا هيطلع حوالي 98 جنيه و63 قرش. ورسم البياني ده بيلخص لنا الفرق بشكل واضح جدا. شايفين؟ الفايدة التجارية طلعت 100 جنيه كاملة، في حين إن الفايدة الصحيحة كانت أقل شوية 98.63. وزي ما شرحنا، الفايدة التجارية دايما بتدي رقم أعلى شوية. يبقى نلخص اللي قلناه في كام نقطة مهمة. أول حاجة، الفايدة البسيطة بتتحسب على المبلغ الأصلي وبس. تاني حاجة، المعادلة بتاعتها سهلة جدا، الفايدة بيساوي أصل المبلغ في المعدل في الثمن بالسنوات. تالت حاجة، طريقة حساب الزمن بتفرق، خصوصا لما المدة تكون بالأيام. وأخيرا، الفايدة التجارية حساباتها أسهل بس نتيجتها بتكون أعلى شوية، ودايما بتكون في صالح الجهة اللي بتدي الفلوس. ودلوقتي بعد ما فهمنا الطريقة والآلية كويس، السؤال الأهم هو إزاي ممكن نستخدم الكلام ده في حياتنا العملية؟ إزاي ممكن نحلل عروض القروض اللي بتجيلنا بشكل أحسن، أو نتوقع مكاسب استثماراتنا بدقة أكبر؟ ده سؤال مهم جدا نفكر فيه المرة الجاية اللي نتعامل فيها مع أي منتج مالي.